مين فينا ما يعرفش مرض القطط؟ اعتقد كلنا عارفين مرض القطط بيجي من القطط، صح كده؟ لا، مش بس من القطط، مرض القطط ممكن كمان يجي عن طريق الاكل. 50% من الإصابة بمرض القطط في أمريكا بيكون من الأكل، مش بس من الناس بتربي قطط في البيت. فأنت ممكن تجيلك التوكسوبلازما جاندي أو مرض القطط من وانتي بتاكلي لحمة مش مستوية كويس، أو كمان من خضار وفاكهة ما اتغسلوش كويس، أو اتعاملتي مع مية وتربة ملوثين بالتوكسوبلازما، وكمان من صناديق القمامة اللي ممكن يكون فيها فضلات القطط. طب إيه هي خطورة التوكسوبلازما؟ التوكسوبلازما خطورتها إنها ممكن تكوني مصابة بيها وما يبانش عليكي، وبالذات احنا عارفين الخطورة الشديدة بتكون على الحوامل، والتوكسوبلازما ممكن تنتقل من الأم للجنين، ويفضل الجنين للأسف يعاني كمان من بعد الولادة. يعني ممكن يكون عندنا التوكسوبلازما وما يظهرش علينا أعراض تستدعي إن احنا نقلق أو نروح نكشف، بس لو حسيتي بأي وجع وتعب في العضلات، أو انتي تعاملتي مع قطة وبتربي قطة في البيت، او كلتي لحوم نية وحسيتي بعدها بأي نوع من انواع الاعراض الخاصة بتعب في الجسم، او كمان اسهال او وجع في العضلات او ارتفاع في درجة الحرارة، فلازم تزوري الطبيب، لان كمان ممكن زي ما قلنا ان المرض ده ينتقل لجنينك، وللأسف بيأثر على الأطفال، على الجهاز العصبي، وكمان على العين بتاعة الطفل، وممكن الطفل يفضل يحتاج يتعامل معاملة خاصة وعلاج لسنين طويلة من بعد الولادة. عشان كده مهم جدا نحمي نفسنا من التوكسوبلازما. ازاي بقى؟ أول حاجة، ما ينفعش أبدا الحامل بالذات تاكل أكل مش مستوي كويس، ما ينفعش كمان ما تغسلش الخضار والفاكهة بشكل جيد، ما ينفعش تتعاملي مع أي فضلات أو تنظفي لأي قطة وانتي مش لابسة جلوفز، أو ما تغسليش إيدك كويس قوي بعدها. كمان دايما بنقول يا جماعة، يعني لو عندك قطة وانتي حامل ما ينفعش تأكليها أكل لحوم مش مستوية، أو تأكليها حاجة مش موثوق فيها. كمان ما ينفعش تسيبيها تطلع بره تتمشى أو تاكل، لأن هي ممكن تصاب بالطفيل ده من البيئة الخارجية وترجع لك بيه. وبيفضل يعني لو انتي حامل أو مقبلة على الحمل ما ينفعش تشتري قط جديد وتبدأي في تربيته في الفترة دي بالذات. فدايما بنقول ناخد بالنا من نظافة المكان، من تسوية الأكل، من الفصل الكويس والطهي الجيد والغسل الجيد للأكل بتاعنا. ولو احنا عندنا قطة ما ينفعش انتي تنظفي للقطة، وما ينفعش تتعاملي في أي مكان هي بتسيب فضلاتها فيه، وبيفضل لو زي ما قلنا ان احنا نبعد نفسنا تماما خلال فترة الحمل عن فضلات القطط، وان احنا نربي قط جديد، وبكده تكوني في امان انتي وجنينك وطفلك ان شاء الله من مرض القطط او التوكسوبلازما.